ما سألتش نفسك قبل كده إن أنت تنفع تستخدم الVBA أو الأكواد في برنامج الوورد؟ طبعًا ينفع، والنهارده هاقول لك على طريقة أو اختصار جامد جدًا تقدر تعمله بالVBA بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. بُص كده عندي بيانات زي دي وحددتها بالشكل ده، وضغطت على الزرار الصغير اللي فوق ده، بدأ يخفي لي البيانات اللي أنا باحددها زي ما إحنا شايفين كده، وضغطت تاني يبدأ يخفي لي البيانات اللي أنا باحددها، وده اللي هنعمله النهارده في الوورد عن طريق الVBA. أول حاجة هتعملها هتيجي تضغط على Alt F11 هيفتح معاك الVBA. تعالَ عند Insert أو إدراج، اختار موديل وابدأ ضيف الكود وهاسيبه لك في أول تعليق. اخرج كده من الكود وتعالَ نفعّل الماكرو. هتيجي عند أي تابة من فوق هنا كده اضغط كليك يمين واختار Customize the ribbon، وبعد كده هتيجي عند Quick Access وهتبدأ تيجي هنا كده وتختار من هنا الماكرو زي ما إحنا شايفين. هتلاقي الكود ظهر معاك بالشكل ده. حدّده واضغط على add وبعد كده قُل له أوكي، هيبدأ يظهر معاك فوق زي ما إحنا شايفين. تعالَ بقى حدِّد أي نَص أنت عايزه واطلع اضغط فوق، يبدأ يخفي معاك البيانات اللي أنت بتحدّدها بس، زي ما إحنا شايفين قدّامنا كده. وطبعًا لو حبّيت تظهر البيانات مرّة تانية بتضغط على نفس الزرار، يعني تعالَ كده نخفي البيانات دي كده ونضغط مرّة تانية يبدأ يظهرها لك